السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي حلوين، هذا علي عبد الحكيم من خلف السور. جماعة، بأي دولة يحدث حرب طبيعي من الطبيعي أنه يطلع عدة فئات، مثلا النصابين، البلاطقس، سراق، القتلة، قطاعين الطرق، الفاسدين وإلى آخر. هذا شيء طبيعي بكل حرب يحدث، لكن المشكلة أن عندنا نحن تعدينا هذه المرحلة، تعدينا من قوة الحرب اللي عندنا، تعدينا مرحلة البلاطق والسرقة وهذا، لدرجة انه طلعت عندنا فئة جديدة اللي هي فئة المخانين، يعني المتحولين جنسيا. فهمتم؟ زي مهند الرديني، ياسر يماني، اقصد انيس منصور، مدري اسمه هذا، محمد الفتيني. المهم هذه الفئات خربت المجتمع، يعني مش ناقصين نحن اساسا، يعني ناقصين انه يطلع لنا مخانيث، ولا المشكلة انه يحصلوا دعم. من فين هذا الدعم الله اعلم، بس اكيد من الشرعية، ها، من الحكومة. يعني اكيد طبيعي اذا كان مهند الرديني يستلم 4000 دولار، من فين يستلم؟ طبعا محمد الرديني قبل ما يتحول جنسيا ويصلح عملية تجميل وكذا كان شكله هبل، شاغب الجولة عارف. طيب مين اللي اعطاه فلوس؟ نحن نعرف ان عمليات تجميل وهذا تحتاج فلوس، تحتاج صرفية، تحتاج ألوف الدولارات. أي أحد عنده سؤال ولا شيء ممكن أنا أجاوب عليه الآن. مين اللي يدعمه؟ تبعدونا من موضوع السياسة، أنا بعيد البعد عن السياسة. مدري ايش، برضه مش من الحكومة، من هذا، لا مش من العليمي. العليمي سوى عملية بواسير، تعرف يعني عملية بواسير صلحوها بالمنصورة أنا أعتقد، على ما أعتقد رخيص، بس العليمي سواه بكم؟ ب50,000 دولار. ليش؟ عقموا يزب ما زمزم. أكبر عليك! محمد الفتيني، أيوة ده محمد الفتيني. مش يتكلم على موضوع مهم، بقول كلمتين بس. اللي يتكلموا على الناس واللي يتسلفسوا على الناس انت حتلغات يا الكلب. حق بأي صفة تتكلم على الناس انت، تمام؟ اقسم بالله العظيم وجهك يشبه الكرسوع، تعرف الكرسوع هذا يشبه وجهك، وعارف تسوي لي نفسك بنت على شكلك. الاشكال من فين طلعوا لنا؟ يعني من فين اجت هذه الاشكال؟ من العاهات كمان. انيس منصور، انيس منصور يعتبر من عاهات اليمن اللي طلعت لنا مع الحرب. كيف لي أن أعود وأنا كنت يوما 4 سنوات وأنا شاهد زور من مش داري ايش يعني تفكيره، او هو بالضبط مش داري ايش هو. يعني انا ساعات احسه متحول جنسيا، ساعة شاذ فكريا، ساعة يعني مش داري ايش بالضبط. بس هذا احد العاهات الذي طلعتها لنا الحكومة الموقرة المغتربة بالرياض. تعليمات وتعميمات كانت تصلنا من اللجنة الخاصة ومن السفير السعودي. طلعت لنا عاهات كثير، ومنهم انيس منصور ومختار حامور. يعني وصل إلى محافظة عدن، وكما يعني نحتاج لك بسكوت ابو حروف يا صاحبي. مختار حامورة يعتبر السكرتير الصحفي حق كان مكتب الرئاسة. السكرتير صحفي، هو استغفر الله العظيم يعرف يقول كلمتين على بعض. يعني هذا السكرتير صحفي وهو يعتبر من العاهات، برضه نفس الخبر متحول جنسيا. عزيزي مختار، حطوك بالموقف الغلط، حطوك وين؟ بمكان غلط. انت لو حطوك بمكان صح كنت بتبدع. مثلا شوف مهند الرديني هو مخنوث فكريا، بس ان حطوه واعطوه المؤهلات فصار مخنوث شكليا وفكريا. يعني فهمت علي؟ انت مخنوث شكليا بس فكريا فكر صحفي، يحتاج لك دعم فكري وكذا عشان تصير مخنوث فكريا وشكليا. الله سبحانه وتعالى قد خلقك رجال، يعني أنا 3 في 1، نظافة ريحته. خلقك الله رجال لحكمة أرادها الله. ايش اللي طبز العار امك تقتل بنت؟ يعني ايش الفكرة اللي بعقلك عشان ترجع بنت؟ يعني ايش هذا الشذوذ الجنسي؟ يعني ايش ده الشذوذ الجنسي اللي حاصل لك عشان تختلف برا؟ كيف يا جماعة؟ استغفر الله العظيم، هذه الحالات اللي تطلع لنا. انا قلت لكم 20 سنة ماشي حسينة ابدا، يعني هذه السنة اقسم بالله مش داري كيف. مشكلة لما تشوف واحد بالحي بالحافة بدأ يتحول جنسيا او يتمخنطيشن، مخروث، يرجع مخنوث، وتصير تنصحه تقول له يا اخي اتق الله، عيب ايش تحط رجال. يقول لك انا تربية بيوت. طيب على شكلك، على اساس نحن تربية شوارع يعني تقول. نتكلم على موضوع مهم. اصبر لحظة ما لا لحظة لا. وفوق هذا يا جماعة وزارة الأوقاف، أيوة وزارة الأوقاف مطلع بيان لكم يجب على الرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بسبب نقص الرجال بسبب الأوضاع التي تدور الآن بالجبهات وكذا والقتل والحرب. طيب يا جماعة، عزيزي أنا معك، تزوجوا ثنى ثلاث ورباع، اللي معاه
الله يفتح عليه زوج، اللي ما فيش معاه يصبر يا اصلا. او لو في موفره امور وميسره امور الشعب ماشي كانت خرفا على مهند الرديني طيب جالك عروض زواج؟ أيوة جالي كثير. ومحمد مفتين. أهلا عرفت حبيبي. ثاني حاجة يا عزيزي صاحب البيان، النقص مش بالجبهات، مش بالجبهات، صح في شهداء الله يرحمهم ويتقبلهم، بس مش بالجبهات النقص، هو بالتحول الجنسي. هذا المخنثين اللي طلعتهم لنا تقول لي ايش نقص بالجبهات؟ لا مش بالجبهات. وبعدين كيف نقص بالجبهات وانتم 24 ساعة معرسين بجبهتنا؟ هي هبالة هي، يعني تستخفوا بنا بعقولنا كشعب هبل. الدورة تجيلك ولا لا؟ ايوه تجيلي الدورة كل خميس جمعة. تتزوجوا بالله عليكم؟ من اللي بيتزوج ذكر يا اخي بالعقل بالعقل، استغفر الله العظيم هذه الدرجه يا جماعه، واقسم بالله لو انك ناقع فيقرا يا جماعه رحموا امنا. مش لهذه الدرجه وصلنا، يعني المرحله ان يمني يتزوج رجل قفزنا قفزه غير طبيعيه. مش لهذه الدرجه، نحن نشتي نتطور نشتي نواكب العصر، بس مش ان رجل يتزوج رجل يعني ما يقعش، يعني ما تكون دارين. استغفر الله العظيم. المهم يا جماعه ما بطوش عليكم، بس عشان ما تطلعش لنا هذه العاهات في المستقبل، كل واحد يعرف كيف يربي اولاده، فهمتم علي؟ يعرف يدخل اولاده فكر صحيح، مش فكر شاذ او منحرف زي هذا. وحاولوا ما يعني ما حد كنت تفرق لهم، ما حد دعمهم. هذا الفئه ما تندعمش، هذه الفئه لو اندعمت بتفسد المجتمع. هذا المفروض نتجاهلهم، يعني نسحب عليهم، خليهم كذا ما حد يشجعهم. هم حصلوا تشجيع وحصلوا دعم من الحكومه ومن كذا ومن ناس، يعني الله اعلم مين اللي دعم هذه الفئه عشان تظهر بهذه البجاحه. لأن نحن باليمن ومجتمعنا اليمني مجتمع محافظ، ومستحيل تكون هذه الأشكال تمثل اليمن أو طلعت من اليمن إلا بدعم وسياسة ما حد داري بها. نحن صراحة شعب مجهل، يطلعونا شعب مخنوق استغفر الله العظيم. قالوا يلا متحملين نفسنا حرام طلعوا لنا مخانيث. هنا حبايبي يا حلوين، كان معكم علي عبد الحكيم، إلى لقاء آخر. بس لا تنسوش لايك شير سبسكرايب.